السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. راح أتكلم في حلقة اليوم أخوتي عن التدخل الإسرائيلي في سوريا، التوغل الإسرائيلي في سوريا. يعني أخوتي، حينما نشاهد القوات الإسرائيلية في البلدات والقرى السورية وشكوى الناس المواطنين القاطنين في تلك المناطق، والله المنظر مؤلم جدا يا أخوتي، منظر مؤلم وجود الجند الإسرائيلي داخل سوريا. طبعا نحن ندرك أخوتي المعطيات والواقع السوري الحالي، دولة حديثة، دولة فقدت إمكانياتها الدفاعية وإمكانياتها العسكرية، وموضوع المجابهة مع العدو الإسرائيلي أبدا ليس من التفكير الصحيح في هذه المرحلة. وذكرت القيادة، ذكر أحمد الشرع هذا الشيء. لكن أنا أنظر لهذا الموضوع من باب آخر، مع إدراكي أنه فعلا ليس وقت أبدا مواجهة مع أي دولة حاليا. أهم نقطة في الفترة الحالية هي بناء سوريا من الداخل، لكن هناك بعض الأشياء كان لابد من القيام بها. النقطة الأولى أخوتي النشاط السياسي، يعني معلش العدو الإسرائيلي عم يتوغل داخل الإرادة السورية، لكن يشعر براحة كبيرة جدا. لا يوجد نشاط سياسي يتوافق مع هذا التوغل داخل سوريا. النشاط السياسي أخوتي مخاطبة هيئة الأمم المتحدة، ونحن نعرف هيئة الأمم المتحدة ونعرف تاريخها، والكل الشعب العربي أصبح مثقف بهذه النقطة. لكن رغم ذلك يجب مخاطبة هيئة الأمم المتحدة، مخاطبة أمريكا أيضا، الطلب من الدول الداعمة للثورة السورية كقطر وتركيا التدخل سياسيا ليس عسكريا، التدخل سياسيا، ممارسة نشاطات سياسية واسعة لإخراج العدو الصهيوني من هذه النقاط التي سيطر عليها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أخوتي، كان لابد من إرسال الشرطة إلى تلك المناطق، ليس إرسال قطع عسكرية أو مقاتلين، لأن العدو الإسرائيلي الكل يعرف متقدم جدا تقنيا، يمكن أن يستهدف هذه العناصر قبل حتى أن تصل إلى القنيطرة. لكن الشرطة اللي هي تابعة لوزارة الداخلية كان يجب أن تتواجد في تلك المناطق وتمنع العدو الإسرائيلي من التدخل. هو يأتي بالبحث عن السلاح وعن بعض يعني اللي بيشوفهم من منظوره إرهابيين وكذا. وجود الشرطة في تلك المناطق، إنه هذه المناطق تحت سيطرتنا ولا يمكن السماح لكم بالتوغل داخل الأراضي السورية. هذه حركة كان ممكن أن تؤتي بنتيجة إيجابية. هذا الموضوع الأول أخوتي. الموضوع الثاني، شوفوا أخوتي، والله الثورة السورية تتقاذفها الأمواج. إذا بنطلع بالمعطيات الخارجية والداخلية بنلاقي أن الوضع لحد الآن أخوتي في أشياء كثيرة فيها خطورة جدا على الثورة السورية. الواقع من الداخل، تكلمت في حلقات سابقة عن تواجد قسد في شمال شرق سوريا، وموجود الحلقة على اليوتيوب من يحب أن يتابع تلك الحلقة. النقطة الثانية ما حدث في السويداء. أخوتي، والله أنا ذكرت في مقطع أيضا من قبل على موضوع الأقليات. ما في أشياء أحيانا يصعب تفسيرها أو شرحها. الأخوة في السويداء لم يشاركوا في الحراك الثوري في بداية الثورة السورية. حينما دخلت الثورة السورية في مرحلة السكون، أصبح أخوتنا في السويداء يتظاهرون مظاهرات سلمية استمرت ما يقارب عام، ولم يقم النظام باستعمال الأسلوب المعتاد بمواجهة المظاهرات لأسباب كثيرة، من أهمها أن النظام كان يدعي أنه يحمي الأقليات، فلا يستطيع أن يقوم ما قام فيه بالمدن السنية في مدينة السويداء. النقطة الثانية أنه المظاهرات السويداء ترفع علم أو راية الطائفة الدرزية. كل المظاهرات أضافت في الفترات الأخيرة علم الاستقلال. هذا العلم يا أخوتي يمثل الطائفة الدرزية. والله لم أشهد انتقاد واحد لهذا العلم. لماذا يرفع الدروز هذا العلم؟ ليش؟ لأنه هذا العلم يمثل طائفة. أما أعطي مثال آخر، لو رفعنا نحن كالسنة علمنا، احنا رايتنا التي حملها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله مباشرة يا أخوتي من كل أنحاء العالم وحتى من الدول العربية راح نتهم مباشرة بأنها دولة طائفية، فكر طائفي. وأنا راح أفرجيكم هذا المقطع أخوتي. نشاهد هذا المقطع من مظاهرات السويداء. مدينة السويداء في حين انضمت قرى جديدة إلى الحراك السلمي.
طبعًا طبعًا أخوتي، ما حدث أمس أن الإدارة المركزية أرسلت قوات للأمن إلى مدينة السويداء، فرفض المسؤولون في مدينة السويداء دخول هذه القوات، والقوات شوفوا مستوى الحكمة والأوامر التي أتت من المركز، رفضوا السماح لهم بالدخول، عادوا مباشرة أدراجهم. ثم نستمع بعد ذلك بعض التصريحات لما يسمى بشيخ الطائفة الدرزية حكمة الهجري. أولًا يقول لم يكن هناك تنسيق، لم يكن هناك تنسيق معنا. تمام، أتفهم هذه الكلمة، لم يكن هناك تنسيق، أتت هذه القوات دون تنسيق، ممكن أن نتقبل هذه النقطة، أما نستمع لما يأتي ثم ندرك أن هذا الكلام غير صحيح. لا يوجد تنسيق، ثم لا يمكن أن نسمح بنزع السلاح إلا بعد تشكيل دستور جديد وتشكل الدولة المدنية. النقطة الثالثة وهي النقطة المرعبة أخوتي، إنه إحنا بنطلب حتى رقابة دولية. يعني هاي كلمة رقابة دولية تشبه موضوع الوصاية، إنه رقابة دولية للانتخابات اللي راح تتم داخل سوريا. فهون بنفهم تماما إنه موضوع والله لم يتم التنسيق، هذه عبارة عن ذريعة ليس أكثر من ذلك. في نفس اليوم يا أخوتي حصل هناك اقتتال بين حركتين، إحداهما تدعى حركة رجال الكرامة، والثانية قوات شيخ الكرامة، وسقط 4 قتلى من كل طرف، الله أعلم قتيله. ثم قالوا فيما بعد أنه قتال بين جماعات مؤيدة للنظام وغير مؤيدة. المهم شوفوا، بنفس اليوم اللي كانت تأتي فيه قوات الأمن إلى مدينة السويداء لحفظ الأمن ونزع السلاح من المدنيين، ورفض حكمة الهجري قبول الدخول، تمت هذه الحادثة. فأنا أقول كلمة واحدة. أنا أيضا تابعت البارحة مثل أيمن الشوفي، وهو ناشط سياسي من مدينة السويداء. والله يا أخوتي أفكار ذهبية، زلمة تكلم بأفكار ذهبية جميلة جدا، وقال إنه إحنا يجب مخاطبة الفئة السياسية داخل مدينة السويداء. يعني موضوع مخاطبة فقط الواجهة الدينية لمدينة السويداء، وهي على الرغم أنها تحظى بمكانة عالية عند أهالي السويداء، لكنها لا تمثل الفكر الموجود داخل السويداء. وأيضا تكلم أخ آخر وهو صحفي وكاتب من السويداء على ما أعتقد، اسمه جمال. وأنا أطلب من أخوتي في مدينة السويداء الحريصين جدا على وحدة سوريا، لا تنتظروا أنه الإدارة المركزية توجه خطاب خاص بكم أنتم، أنه اللقاءات السابقة كلها كانت مع الواجهة الدينية. إخوتي، أنتم يجب أن تتكتلوا كهيئة واحدة وتذهبوا إلى المركز وتلتقوا بالقيادة في المركز، لأنه الموضوع هون وحدة سوريا يا إخوتي. هذا الفكر مخيف مرعب. هذا الفكر ممكن لا يتوقف عند موضوع الحكم الذاتي، إنما يتوقف عن الانفصال عن سوريا. وأنا أعطيكم كلمة أو جملة بسيطة يعرف أهل السويداء. إخوتي، أنتم لا تستطيعون العيش تحت سقف الحكم الذاتي، ولا الانفصال موت بالنسبة للسويداء. محافظة السويداء محافظة فقيرة لا تمتلك أي مقومات شيء اسمه دولة. لذلك لو لو الموضوع الإدارة المركزية تمنحكم هكذا حق، أنا أجزم أن مدينة السويداء ستموت لأنها لا تمتلك أي من مقومات الحياة. لذلك أنا أرحب بكل أخ من السويداء يحمل هذا الفكر، هو وحدة سوريا وطن واحد من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، لن نقبل بالتنازل عن شبر منه. لذلك هذا الفكر يا أخوتي يجب أن تكون هناك حركة واضحة من أهالي السويداء الرافضين لهذا الفكر، لأنه خطير جدا. وأنا أستغرب الشخص بحجم حكمة الهجري يتكلم في هذه النقاط، ما بين تكلمت منذ قليل العدو الإسرائيلي يتوقع في داخل الأراضي السورية. يا أخوتي شوية إحساس بالوطنية. وموضوع هذا الخوف دخلت هذه القوات لكل المحافظات السورية، لم تمنع من الدخول في أي محافظة، وسلم جميع من يحمل السلاح خارج إطار الدولة سلم سلاحه. أهل السويداء حينما ترفضون منح السلاح، هذا التفكير والله تفكير خطير جدا يا أخوتي، وممكن ياخذ سوريا إلى مكان إحنا ما بنحب.
تصل له ويكفي الشعب السوري معاشه من عذاب. يعني الفاتورة كبيرة بالأساس يا أخوتي. طبعا ممكن أوجه النقطة الثانية، نقطة أطلت المقطع قليلا، لكن النقطة بالنسبة للخارج، الوضع العربي الخارجي إخوتي. بعض الدول العربية ما زالت مترددة من موضوع الدعم الواضح. يعني الثورة السورية الآن بحاجة لإخوتها العرب، بحاجة لوقفة واضحة جدا. هذه الوقفة تؤثر على الداخل، تجعل من الداخل أكثر لحمة. دول ما زالت مترددة، دول تخاف من نجاح الثورة السورية. الثورة السورية مرعبة، أنه هذه المجموعات التي لها جذور إسلامية إذا نجحت في الحكم في سوريا، ما الذي ممكن أن تؤثر فيه ضمن مناطق، ضمن دولهم. يا أخوتي، إن كان الكلام هذا في مصر أو في الإمارات أو في الجزائر، يا أخوتي التجربة التي حدثت في سوريا يجب أن نفهمها بمنطق صحيح، ليس منطق خاطئ. التجربة في سوريا تخبر الجميع الظلم نهايته هيك، الظلم نهايته بهذا الشكل، لا يدوم ظلما. هذا النظام حكم 54 سنة والآن سقط، انتهى، فعل كل شيء للبقاء في السلطة لكنه في النتيجة سقط. لذلك العبرة ما العدل أساس الحكم. يا أخوتي، أنتم الحاكمين في هذه الدول، أراجع سياستي، أعتمد العدل منهجا في حكمي، أقوم ببعض الإصلاحات. هذا الشيء الذي يجب أن تأخذوه من التجربة السورية، وتقدموا إلى سوريا كإخوة. سوريا بحاجة للدولة العربية، بحاجة لوقفة حقيقية واضحة من الدولة العربية. ونجاح سوريا راح يكون له تأثير إيجابي وكبير جدا على باقي الدول العربية. أطلت إخوتي هذا اليوم، أستسمحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.